ازاي داليا عملت التحول الفظيع ده في خلال سنة. المدة كانت سنة، وانا كنت مختارة سنة، ما كنتش عايزة اضغط عليها لكذا سبب. اولها ان هي هتعرف تلتزم على طول بعد كده، وتانيها ان انا كنت عايزة اعمل لها بادي ريكومبوزيشن او اغير شكل جسمها. لو انتوا بصيتوا في الصورة الاولى، دهون كتيرة قوي متخزنة في الجزء العلوي، وهي كانت على طول بتشتكي ان من وهي قبل ما تتخن قوي كده كانت من فوق اعرض من تحت. تمام. اتعاملنا ازاي مع بعض او عملنا ايه؟ اشتركت معايا وبعت لها الفورم مالتها، وبدأنا نمشي الخطة مع بعض. اول حاجة كانت في الخطة في اول مرحلة ان انا مش هشيل منك كل حاجة، مش هقولك اعملي لو كارب دايت، ومش هعمل معاكي حاجة ستريكت قوي، لان انا غرضي ان انا اعدل اللايف ستايل بتاعك وتعرفي انك تكملي لمدة سنة واكتر وتعرفي تحافظي. فاحنا بنبني لايف ستايل جديد. فعملت لها عجز سعرات بسيط، وظبطت معاها التمرين بتاعها. في بداية التمرين ما كنتش بعمل لها حاجات، او يعني كنت دايما بقول لها ان حتى لو تدخلي كلاس كارديو بلاش الحاجات اللي فيها نط او كده علشان خاطر مفاصلك. وكنت بمرنها بشويش خالص تمارين محسوبة، تبدأ ان هي تزود عداتها مع الوقت. العدات والاوزان طبعا. تمام. كنت بحاول بقدر الامكان معاها ان انا اشجعها ان انت تقدري تكملي، وهي بصراحه كانت بتلتزم وكانت بتشوف الفيديوز بتاعتي، وكانت على طول يعني حاطه في دماغها ان انا عايزه اكون شخص تاني، انا عايزه اتغير، عايزه اركز على حياتي. فقدرت تحقق النتيجه الجميله دي، والاهم ان هي قدرت تحافظ عليها. انت كمان تقدري تحققي النتيجه دي. سيبيلي كومنت فيه تفاصيل وهبعتلك التفاصيل كلها.